في مباراة الأمس مع منتخب قرغيزستان الودية عند الدقيقة 18 تعرض اللاعب محمد حلاق لكدمة على الفخذ الأيمن، خرج على أثرها من المباراة. بالتصوير بالرنين المغناطيسي صباح هذا اليوم تبين أن لديه هرس في الأنسجة الرخوة مع تمدد درجة ثانية في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى، قد تبعده عن الملعب لمدة 3 أسابيع. طبعا تشمل فترة العلاج والتأهيل. نتمنى للاعب السلامة والعودة إلى الملاعب بأقصى سرعة ممكنة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. امبارح بالمباراة الودية اجتني إصابة بالمباراة، تدخل قوي من اللاعب، فات علي بركبته بالعضلة الخلفية، شعرت بألم شديد، تبدلت فورا على أثرها. اليوم عملنا صورة مرنان وطلع بالدراحة من الأسبوعين ل3. الحمد لله على كل حال. هذا نصيبي، وبتمنى التوفيق للاعبين للمنتخب، إن شاء الله بيحققوا نتائج طيبة تفرح الجمهور وتفرحنا كلياتنا. بالتوفيق يا رب.